ازاي اعلم ولادي التسامح وازاي اربي فيهم روح التسامح والاحسان من وهم صغيرين؟ اسئله من النوع ده الامهات كتير بتسالها، علشان كده النهارده هتكلم معاكم عن قيمه التسامح، وهنعرف في الفيديو ده ازاي تفهمي طفلك يعني ايه كلمه تسامح، وازاي نكون عندنا الصفه دي، صفه العفو والاحسان للاخرين. هيكون كمان في مجموعة من الأنشطة هتبقى موجودة في آخر الفيديو تعمليها مع طفلك علشان تقدري ان انتي تعززي القيمة دي عندهم. خليكي معايا لآخر الفيديو علشان تقدري ان انتي تشوفيها. معاكم صفاء الديب، هاند ان هاند بيرنت انستراكتور ومتخصصة في تربية الأطفال. وزي ما قلنا الفيديو اللي فات، علشان نقدر ان احنا نعلم اولادنا اي قيمة اخلاقية هنمشي على 3 خطوات. اول خطوة ان احنا نكون القدوة الحسنة ليهم. تاني نقطة مهمة جدا ان احنا نعرف الطفل يعني ايه القيمة دي وايه اهميتها ومعناها في حياتنا. وتالت خطوة هنطبق مجموعة من الأنشطة المناسبة اللي احنا هنقدر بيها ان احنا نعزز عنده القيمة دي، فيبدأ ان هو يعملها بشكل تلقائي في حياته. علشان طفلك يكون متسامح محتاجة ان انتي تبدأي بنفسك، يعني يلاحظ ان انتي شخصيا متسامحة مع نفسك. زي ما قلت لكم محتاجين ان احنا نبدأ بنفسنا، علشان كده علشان قيمة التسامح تبدأ انها تدخل للطفل محتاج يلاحظ الطريقة اللي احنا بنسامحه بيها. يعني ان هو غلط وانتي زعلت منه، بس لما هو اعتذر انتي قبلتي اعتذاره. هنا النقطة دي مهمة جدا، لان احيانا الطفل بيعتذر والام والاب مش بيقبلوا الاعتذار ده، وده بيخليه هو كمان ما يقبلش انه الناس لو غلطت فيه ان هما لما يجوا يعتذروا له ان هو يقبل اعتذارهم، وبكده بيبقى دايما متضايق وما بيقبلش الاعتذار. محتاجين ان احنا نبدأ ان احنا نكون متسامحين معاه وحاسس ان احنا قابلينه حتى لما بيغلط، وان ده ملوش علاقة تماما بحبنا ليه، وان احنا نتعامل معاه بود واحسان من غير تعالي. كل ده هيبدأ يغرس في الطفل نقطة مهمة جدا، ان هو هيبدأ يتعامل مع الآخرين بنفس الطريقة دي. لما يشوفك ان انتي بتعاملي الناس في الشارع او في اي مكان بشكل لطيف وفي احسان وفي احترام، هيبدأ ان هو كمان يبقى عايز ان هو يعمل ده. طيب، دي النقطة الأولانية. النقطة التانية بقى اللي احنا محتاجين نعملها ان احنا نعرفه يعني ايه تسامح، وتبدأي تربطي الموضوع ده بأهمية التسامح في رمضان، وخصوصا انه طبعا شهر بناخد فيه حسنات كتيرة. وتقدري تشوفي الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه قبل رمضان عن ازاي نحضر أولادنا لرمضان، وانه يقدر انه لو كان شخصية متسامحة انه ياخد صدقة اكتر، وان احنا لما بنسامح حد زعلنا ان احنا كده اقوياء، وانه التسامح ده هناخد عليه اجر كبير جدا عند ربنا. ده كمان مهم جدا ان احنا نقدم المفهوم ده، انه التسامح بيكون عن قوة مش عن ضعف. يعني انا بسامح علشان انا شخصية قوية، مش عشان انا ضعيفة ومفيش حد تاني او مفيش حل تاني قدامي اقدر ان انا اقدمه فبقدم التسامح. التسامح كمان هو ان انا اقبل الناس اللي حواليا باختلافاتهم، باختلاف شكلهم، لون بشرتهم، جسمهم، طريقة تعاملاتهم في حياتهم. كل دي حاجات ما تخصناش تماما، اللي يخصنا بس طريقة تعاملهم معانا، ان انا اعملهم باحترام وهم كمان يعاملوني باحترام. تعالوا بقى نتكلم عن الانشطة اللي ممكن نعملها مع اولادنا علشان ننمي فيه روح التسامح والتقبل للناس والاخرين. اول نشاط عندنا وهو لعبة الكروت. النشاط ده بيختار الطفل فيه كارت من الكروت المشاعر، زي مثلا حزين، سعيد، غضبان، ويبدأ يمثل المشاعر دي، والأم تبدأ تخمن ايه هي الشعور، ونسمح للطفل ان هو يتكلم عن الشعور ده و ونبدأ نقول أو نسأله إزاي هو ممكن يكون متسامح مع الآخرين اللي عندهم مشاعر مختلفة. يعني لو هو سعيد والآخرين عندهم حزن، إزاي يكون هو متسامح معاه. تاني نشاط معانا وهي لعبة السلسلة، وهنا الأم والطفل هيبدأوا يختاروا أي شكل من الأشكال الهندسية أو ألوان أو حيوانات
أي حاجة موجودة في البيت، ويبدأوا يتكلموا عن الاختلافات اللي موجودة في النشاط ده، وإزاي إن إحنا ممكن نتسامح مع الاختلافات مع الناس اللي موجودة حوالينا. ده بس كده زي بداية علشان تفتحوا الموضوع. النشاط التالت وده اسمه لعبة التعاطف، نعمل مسرحية وندي للطفل زي سيناريو يحس فيه الشخص الآخر بالضيق أو الأذى، وبعدين نخليه يتخيل الطفل أو الآخر حاسس بإيه في الموقف ده، وإيه اللي عايزين الطرف التاني يعملوا ليهم في الموقف ده. ده بيساعد الطفل على بناء التعاطف والتفاهم مع الآخرين، وده عنصر أساسي جدا في التسامح. النشاط الرابع عندنا وهو عقد الصداقة. يبدأ الطفل هنا يصنع عقد من الصداقة بأي خرز مختلف أو ملون بأشكال مختلفة، ويبدأ يمنشن فيه الناس اللي موجودة في حياته، وإزاي كل شخص موجود حوالينا في حياتنا عايش معانا في حاجة مختلفة فيه ودي بتميزه، وإن احنا نبدأ إن احنا نتقبل الاختلافات بتاعة الآخرين اللي موجودين في حياتنا برغم اختلافهم احنا متقبلين. وبس كده. لو عندك أنشطة تانية مفيدة بتعمليها مع طفلك بتعلميه فيها قيمة التسامح قولنا في الكومنتات.